عندما تقرأ هذه الرواية يجب ألا تغمض عينيك من فرط الإثارة والتشويق وتسارع الأحداث التي ستخطف أنفاسك، فأنت في عالم عجيب غير مألوف، عالم الجان والسحرة والمردة، حيث القوانين تختلف تماما عن عالم البشر، في بلاد يحكمها الجان وتتلاعب في مصائرها أطماعهم ورغباتهم الدنيئة، فكيف السبيل إلى الخلاص؟ تحكي الرواية عن الجنية جمانة التي تزوجت بالإنس بحر رغم عن أنف عشيرتها من الجان، مندفعة بعاطفة الحب مغيبة للعقل والتأني، فيثمر هذا الزواج طفلا صغيرا يحمل بداخله قوة النار التي تنتظر من يحركها بخبرته العتيقة. ولكن جمانة تعاني الأمرين من هذا الزواج، فزوجها يعمل لدى منظمة إجرامية تخالف المبادئ التي تؤمن بها عائلتها، ويبدو أن سيطرة هذه المنظمة على زوجها لا فكاك منها، فيتم تهديده بأن يتم قتل عائلته إن فكر في التمرد. يكبر الطفل ويتعرف على عائلته من أمه وتنكشف له الحقائق والأسرار، فينطلق في مغامرة خطيرة مثيرة بصحبة ثلة من الأصدقاء لحاجة في نفسه، ويتعرض لمواقف تجعله أكثر صلابة ورسوخا في مبادئه التي تعلمها من والدته. فما هي تلك المغامرة؟ وما الذي سيحدث لتلك المدينة التي يعيشون فيها في زمن صراع الجان والإنس على الحكم فيها؟ وما هي المواقف التي ستجعل منه رجلا يعتمد عليه؟